وفي نفس الوقت في حاجة أنا لا يمكن أقول عليها، وهي إن أنا رايح أجيب العربية دي علشان خاطر الناس تقول أبو عربية راح وأبو عربية جه. العميل لما بيقول أنا عايز كذا فغالبا هو مش بيقول كل حاجة، هو في احتياج ظهر من الكلام وفي شوية نيدز تانية مستخبية ورا الكلام اللي هو قاله ده. هو لما بيقول أنا عايز عربية رخيصة ده نوعه هنا ستيتد نيد، بس ورا الكلام ده في شوية حاجات تانية، هو في ريل نيد هو يقصدها. هو عايز يقول أنا عايز عربية يكون الصيانة والبنزين بتاعها رخيص، وفي نفس الوقت هو متوقع إنه لما يشتري العربية دي من وكيل يلاقي خدمه كويسه. وفي حاجه كمان هتفرق معاه، لو لقى جي بي اس في العربيه هيتبسط جدا. وبيني وبينك هو بيشتري العربيه دي عشان عايز يتمنظر بيها. هي دي الانواع بتاعه النيدز. في حاجه اسمها ستيتد نيد، احتياج معلن، انا عايز عربيه رخيصه. احتياج حقيقي ريل نيد، هو مش عايز عربيه سعرها نفسه رخيص، ده هو عايز عربيه سعر صيانتها هو اللي رخيص. في نيد ضمنيه، انا رايح اشتري سلعه غاليه، فالطبيعي ان انا اول ما ادخل الاقي الراجل بيستقبلني كويس، الاقي المكان مكيف، الاقي الدنيا كويسه، الخدمه تبقى حلوه. وفي نيد غير متوقعه، انا ما كنتش متخيل ان العربيه اللي انا هشتريها دي ممكن الاقي فيها جي بي اس. وفي نفس الوقت في حاجه انا لا يمكن اقول عليها، وهي ان انا رايح اجيب العربيه دي علشان خاطر الناس تقول ابو عربيه راح وابو عربيه جه.